هل مرة انفعلت فتهورت وعملت حاجة ندمت عليها وقعدت تعتذر وتقول يا جماعة معلش مش قصدي، أنا لما بتضايق مش بشوف قدامي وساعة الغضب بيعمى البصر؟ لو أنت من الناس دول فأنا عايزك تهدى كده شوية لأن الحلقة دي عشانك. الغضب مش دايما حاجة وحشة، لأنه استجابة طبيعية لما نتعرض للظلم أو الإهانة أو التهديد، هو اللي بيخليك تجيب حقك أو تدافع عن حد مظلوم. يعني الشخص اللي بيستنطع وجاي يكسر الطابور قدامك طبيعي تتنرفز عليه، لكن أحيانا الغضب بيكون أشبه بلحظة جنون مؤقت تخليك تسأل نفسك هو أنا إزاي عملت كده؟ إزاي انفعلت على ابني وهو مجرد طفل صغير؟ أو إزاي غلطت في حد عزيز عليا بطريقة خلته ما ينساهاليش العمر كله؟ عشان نقدر نتعامل مع الغضب محتاجين نفهم هو بيحصل ازاي بالظبط. الغضب غالبا بيجي من فكرة ان حد كسر حدود انت حاططها حوالين نفسك، يعني مثلا ازاي يكلمني بالطريقة دي، ازاي يتصرف بالشكل ده، ازاي عمل كده من ورايا من غير ما ياخد اذني، ازاي كسر القاعدة اللي انا حاططها. لكن لو اتنين اتعرضوا لنفس الموقف بالظبط، هل الاتنين هيغضبوا بنفس الطريقة؟ هل الاتنين هيغضبوا اساسا؟ ولا ممكن واحد يتضايق والتاني يكون رايق وياخد الموضوع ببساطة؟ معنى كده ان سبب الغضب هو طريقة ترجمتك للموقف، هو الافكار التلقائية والحوار الداخلي اللي بيحصل جواك، وده اللي بيخليك تنفعل. والافكار دي تفضل تسخن فيك وتعلي غضبك لحد ما توصل لنقطة تفقد فيها السيطرة. عشان كده أساليب إدارة الغضب بتدور في المنطقة دي، إنك تقلل التصاعد ده قبل ما يوصل لنقطة اللا عودة، سواء عن طريق التشتيت أو زيادة المشاعر الإيجابية أو عن طريق معالجة الأفكار اللي سببت الغضب ده أساساً. عشان كده تلاقي ناس بتعمل حاجات زي إنك تعد من 1 ل10 بالمقلوب، أو تقول اسمك بالكامل بالعكس، أو تسيب الموقف وتروح تاخد لك دش أو تتمشى، أو في الميراث الشعبي مثلاً تلاقي بيقول لك يا عم صل على النبي، عشان الصلاة على النبي تاخد ذهنك من تسلسل الأفكار السلبية دي. وعندك طرق زي الاسترخاء والتنفس العميق عشان تفصل وتهدى قبل ما تتصرف. طبعا كلها حاجات فعالة ولازم تطبقها عشان تشتغل، لكن تعال اقول لك الابديتس اللي نازلة جديد في الموضوع ده. عندك مثلا العلاج بالهيفي ميتال. المنطقي ان الواحد يسمع مزيكا هاديه كده عشان تهديه، زي خلي بالك من عقلك ولا باليه بحيره البجع. لكن يبدو انك لو سمعت مهرجانات شعبيه او دسات رابرز قاعدين بيبلطجوا على بعض ممكن تهدى برضه، لأن التجربة دي لقت إن الناس اللي حاسين بغضب وسمعوا مزيكا غاضبة برضه زي الهيفي ميتال أو البانك أو الهارد كور، ما كانش عندهم مهرجانات يعملوا عليها التجربة، لقوا إن غضب الناس دول ما زادش لأن ضربات قلبهم فضلت ثابتة وما زادتش، وده معناه إن الموسيقى ساعدتهم يسيطروا على انفعالاتهم، ولما خلصوا بقوا هاديين وحاسين بمشاعر إيجابية. في دراسة بعنوان مين بيسمع المزيكا العنيفة وليه، لقوا إن اللي بيحبوا الميتال بيحسوا بحاجات حلوة وهم بيسمعوه، زي البهجة أو السلام النفسي أو حتى الشعور بالقوة، عكس الناس العادية اللي ملهمش فيه لما بيسمعوا ميتال بيحسوا بالغضب والتوتر والخوف. يعني التأثير بيبقى حسب ذوقك الشخصي وحالتك المزاجية. والموضوع ده ماشي مع فكرة إن دور الفن هو تنظيم الانفعالات، بدل ما تكبت مشاعرك أو تطلعها على حد، تواجه الانفعالات دي وتفرغها في مسارات فنية أو أدبية تستوعبها بشكل صحي. الطريقة التانية لإدارة الغضب هي العلاج بالهلس. المشاعر السلبية بتخلي الجسم يفرز أدرينالين وكورتيزول، وده بيعمل تغيرات فسيولوجية في الجسم زي زيادة ضربات القلب. والعلماء لقوا إنك لو اتفرجت على حاجة بتثير جواك المشاعر الإيجابية حتى لو كانت تافهة، هتقل مشاعرك السلبية وتهدى ضربات قلبك. طبعا لو قدرت تقلب موضوع الخناقة نفسه بهزار يبقى اتحلت، لكن لو ما قدرتش خد لك جنب كده واتفرج لك على سمير غانم ولا أكرم حسني ولا أحمد أمين ولا حتى مسرح مصر، وهتلاقي دماغك راحت في حتة تانية خالص. في طريقة تالتة لإدارة الغضب هي العلاج بالقطط. الناس اللي عندهم حيوانات أليفة عارفين الموضوع ده كويس. لما تكون متعصب والقطة تيجي تقعد على حجرك أو الكلب يجي يلعب معاك بتحس بهدوء وسلام نفسي. والموضوع ده مش مجرد تشتيت ذهن، لكن له علاقة بالحيوان نفسه. في الدراسة دي لقوا إن الناس اللي الغضب متأصل فيهم كصفة شخصية بيقدروا يتحكموا في انفعالاتهم أحسن كل ما كانت علاقتهم قوية بحيوانهم الأليف. تخيل العلاقة نفسها بتفرق. مجرد وجودك مع كائن حاسس انه بيحبك بدون شروط بيخليك تحس بالامان والقبول، وده بيخفف التوتر والعصبيه. غير ان التلامس والطبطبه بيزودوا هرمون الاكسيتوسين اللي هو بتاع الحب والترابط، فلما تحس بالغضب روح حسس على القطه بتاعتك بدل ما تروح تهبش في حد. الطريقه الثالثه لاداره الغضب هي الموبايل. عندك تطبيقات كتير زي تطبيق ريلاكس مثلا، لقوا انها بتقلل نوبات الغضب بدرجه كبيره جدا. تقدر تستخدم ساعة ذكية من اللي بتقيس معدل ضربات القلب، واقعد في مكان هادي ومارس تدريبات الاسترخاء
زي التنفس العميق والتأمل، تفكير في حاجة بتحبها، ولاحظ ضربات قلبك في الساعة وهي بتقل. ممارسة التدريب ده لمدة 4 أسابيع متواصلة ساعدت المشاركين في التجربة دي إنهم يزودوا الوعي الذاتي بدرجة توترهم، وده قلل شدة نوبات الغضب وعددها. يعني الموبايل مش بس فيه أخبار تعصب، لكن فيه تطبيقات ممكن تساعدك تتحكم في العصبية دي. الطريقة الرابعة بقى ودي أهم واحدة فيهم، إنك تقفل الحنفية، يعني تردم شعلة الغضب دي وهي لسه شرارة صغيرة. زي ما عرفنا الغضب سببه تفسيرك للموقف اللي حصل واعتبارك ان هو تجاوز لحدود معينة، عشان كده مهم انك تراجع الحدود دي. لكن احيانا الحدود دي بتكون مرسومة بطريقة غلط او غير منطقية، فتلاقي نفسك بتنفعل عمال على بطال، تزعل من صاحبك لانه مش فضيلك طول الوقت، او من مراتك لانها مش متفرغة لطاعة اوامرك، او تزعل من حد شغال عندك لمجرد انه مجرد بني ادم ما هواش مكنة. كل دي حدود غلط، لانك مش مركز الكون، والناس مش ملزمين يمشوا على السكريبت اللي انت راسمه لهم في خيالك. كل واحد له احتياجاته ومشاكله واولوياته ونقاط ضعفه كأي انسان طبيعي. فلو قررت تتنرفز عشان السما لونها ازرق، يبقى المشكلة عندك انت مش في السما. طريقة تفسيرك للموقف هي اللي بتعصبك مش الموقف نفسه. يعني لو واحد قطعك في الكلام، بدل ما تقعد تسخن نفسك وتقول ده بيقلل مني قدام الناس، جرب تتكلم عادي وتقول لنفسك مش يمكن متحمس للفكرة ومش قادر يستنى. لو واحد قالك رأي عكس رأيك، بدل ما تقول ده بيحاول يحرجني ويطلعني غلط، قول لنفسك عادي الناس مختلفين وكل واحد مريح دماغه. لو واحد صاحبك اتأخر عن ميعاده، بدل ما تسخن نفسك وتقول ده استهزاء وعدم احترام وقلة أدب وسفالة، ممكن تقول لنفسك تلاقي الدائري زحمة أو عنده ظرف هسأله عنه لما يجي. لو واجهت موقف مش لازم تفسره بأسوأ طريقة ممكنة، التمس الأعذار وعدي وما تاخدش الأمور على صدرك، واختار معركتك. وفر طاقة الغضب دي لحاجة تستاهل، وعادي يعني خليه يمسكها يا فوزية. خلاصة الكلام، لو عايز تتحكم في غضبك بلاش تايديالايز الغضب، يعني ما تحطوش في صورة مثالية على انه مرجلة وجدعنة وقوة شخصية، لان الحقيقة هي العكس. الشخص العصبي طول الوقت ده عاجز عن إدارة مشاعره والتحكم في انفعالاته. اي حد ينكشه كده يروح مفرقع في وشه. اي عيل صغير يعرف يعلي صوته، انما الكبير بجد هو اللي بيعرف يتحكم في انفعالاته بدل ما هي اللي تسوقه. والكبير برضه بيعمل لايك وشير ويتفاعل لو عايز المحتوى ده يستمر. اشوفكم على خير وفوتكم بعافية. سلام.